أنا معك. العضوية شاف لي فيها هذا نكهة هذا مستحلب، نكهة مستحلب استوائي. نعم. عسنا مدام تجارة أنتم أختي؟ نعم تجارة. هذا المنتوج في دوبل إتيكتاج، يعني وجود ملصقتين. الملصقة الأولى مزورة والملصقة اللي فوقها قديمة. هذه القديمة ولا جديدة دوك تبان الصورة للمشاهد؟ هذه المعلومات تاع المنتوج، الوسم. هذه مزورة، تاريخ مزور. والتكتاجة مدام منين؟ هذا الملصقة الصحيحة اللي فيها تاريخ صحيح. هاي هذا هو التاريخ الأول حضرات. هذا التاريخ الأول نتاعها، مدة الصلاحية نتاعها يتكمل في 1 فبراير 2023. هو يعاود يتحايل يديروا لاصقه هذه جديده، يعاود يموه هذا مده الصلاحيه القديمه هذه، يدير فوقها مده الصلاحيه جديده على اساس باللي تكمل في 25/7/2023. وهي تاع التجاره تفهمكم بالبرودوي هذا باش كيخلطوه في المستحضرات تاع هذه تعتبر ماده اوليه. هذا عباره عن نكهه مستحلب استوائي، يستخدم كماده اوليه في تحضير عصير كوكتيل، يعني مختلف العصائر. كوكتيل يعني كوكتيل عصائر بمختلف الأذواق. إذا مقطع حضرات دوبل تيكتاج. دوبل تكتاج القديمة هنا وهذا جديد. هنا بعد المعاينه مع مديريه التجاره بالنسبه للمثبتات هذو، راهي مده الصلاحيه تاعها ثاني منتهيه الصلاحيه، يعاود يترافيكسي ولا كيشتغل يعاود يزوروا يديروا تيكتاج جديد على اساس اللي مده الصلاحيه راهي مازالت مش منتهيه الصلاحيه. ولا هاي قدامكم العينات هنا تاع الفروت بهذا المثبت اللي يدخل في مختلف العصائر 21/10/2023. مش من المادة دي يا حضرات؟ مواد أولية فاسدة، النوع مثبتات ديستابيليزون، تستخدم في صناعة مختلف العصائر. هذا نوع آخر من المواد الأولية الفاسدة، مثبتات أيضا تستخدم في صناعة مختلف العصائر. تاريخ نهاية الصلاحية لا يزال، ولكن بحكم عدم احترام شروط الحفظ والتخزين تم فسادها، فتغيرت الحالة الطبيعية تاعها من حالة مسحوق إلى حالة صلبة. هذا مسقد بمواد يسمى سوا لي كولورون سوا برودوي كامل 100. برودوي بيريمي. نديروا له لو 20 2023 خويا. عصير كوكتيل تروبيكال الذي دخل في تحضيره منتوج المستحلب. هذه كل مواد البرودوي اللي خدموا بهم كل بيريميه. هذه موجهة لعملية التسويق، تم تحضيره باستعمال المواد الأولية الفاسدة والمنتهية الصلاحية اللي لقيناها كبير، موجهة لعملية التسويق وبالتالي الاستهلاك البشري. شوف جي بيريمي حتى الشوكولا بيريمي بعدها. تانك شوف جيت تدري صغار، شوفوا الزين، شوف الحالة اللي راهو فيها، حالة كبيرة. وهذا واش يوجي جي يعاودوا يفرغوه، يعاودوا هنا ويعاودوا يستحضروه، ويزيدوا يعاودوه يزيدوا عمره
نحفروا من جديد. أنا في غرفة التدريب هنايا منتوج نهائي نظرا لاستعمال المواد الأولية الفاسدة وعدم احترام شروط الحفظ والتخزين. المنتوج هذا راه فاسد، شروط سوائل تتمثل في ذوب البرتقال، ذوب الليمون، في حال تعفن لعدم احترام شروط الحفظ والتخزين. في إطار مكافحة الغش والمضاربة في المواد الغذائية وحماية المستهلك، تحصلت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببالرحال على معلومات مفادها قيام صاحب مصنع بإنتاج عصائر بمواد أولية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال. بناء على ذلك تم التنقل رفقة المفتشية الإقليمية للتجارة ببالرحال، أين تم معاينة وجود مواد أولية منتهية الصلاحية، حيث قام صاحب المصنع بإلصاق ملصقات مزورة عليها تواريخ صلاحية المنتوج غير أصلية بغرض تغليط أعوان الرقابة. كما تم معاينة وجود عدم احترام شروط الحفظ والتحضير وكذا شروط النظافة، مما عرض المواد الأولية للتلف والتعفن. كما تم ضبط هذه المواد في وحدة الإنتاج استعملت في تحضير عصائر موجهة للاستهلاك. العملية مكنت من حجز حوالي 232 طن من المواد الأولية وكذا المواد الموجهة للتسويق المحضر بهذه المواد. أيضا توقيف 3 أشخاص مع حجز معدات وتجهيزات أخرى استعملت في العملية. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتريعات فتحت تحقيق في القضية، وسيتم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية من أجل الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية، من أجل خداع المستهلك عن طريق الغش في تركيبة المنتوج، عدم احترام شروط التخزين، عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية خلال عملية الأغذية أو وضع الأغذية للاستهلاك، وحيازة وتخزين مضافات غذائية للاستهلاك البشري منتهي. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.